مشاهدينا الأفاضل، يلتحق بنا حسام الروشلي وفينا بجديد أخبار الرياضة. أهلا حسام. مرحبا خلود. مشاهدينا أهلا بكم، والبداية بأخبار كان الغابون، وحيث استهل منتخب كوديفوار حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل دون أهداف أمام الطوغو، وهذا في افتتاح مواجهة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة. وفي المباراة الثانية من المجموعة الثالثة تنطلق في هذه الأثناء مواجهة ممثل العرب الثالث منتخب المغرب والكونغو، المواجهة القوية يأمل من خلالها أسود الأطلس الفوز وتجاوز غياب عدة ركائز هجومية بداعي الإصابة من لمسة الفرنسي إيرفي رينار صانع التتويج الأخير رفقة كوديفوار في مهمة لن تكون سهلة أمام صاحب المركز الثالث في الطبعة السابقة. هذا وتتواصل غدا مباريات الدور الأول من منافسة كان الغابون من المجموعة الرابعة التي يواجه فيها المنتخب الغاني نظيره الأوغندي على ملعب بورجونتي، فيما يلاقي منتخب مصر نصورة مالي بذات الملعب، وعين كل منتخب على النقاط الثلاث لا غير باعتبارها مفتاح العبور للدور المقبل. إلى أخبار الخضر، حيث تأكد غياب مهاجم المنتخب الوطني العربي هلال السوداني عن المباراة الثانية للخضر أمام تونس الخميس المقبل لينضم إلى عيادة المصابين، حيث غاب عن حصة الاستئناف التي جرت صبيحة اليوم بمقر إقامة الخضر، وسط غياب كذلك المهاجم إسلام سليماني، واللذان اكتفيا بالتدرب في قاعة تقوية العضلات بالفندق، على أن يستأنف سليماني تدريبات رفقة المحاربين بداية من الغد. إذن نجا المنتخب الوطني من هزيمة ثقيلة في أولى جولات الكان، فتشكيلة جورج ليكينز انتزعت تعادلا بشق الأنفس وكشفت عن عيوب المنتخب المونديالي. سفيان مهني والتفاصيل. وجه شاحب لمنتخب مشتت، مصطلح ينطبق على تشكيلة الخضر التي نجت من هزيمة ثقيلة أمام زيمبابوي، لتنكشف عيوب المنتخب المونديالي خلال أول جولة في كان الغابون. أداء المحاربين صدم كل المتتبعين، كون منتخب زيمبابوي فرض سيطرة مطلقة على الجزائر وبدا أكثر قوة وانسجاما فوق أرضية الميدان. أخطاء كثيرة ارتكبتها تشكيلة جورج ليكينز في الدفاع، ليتعرض مدافع النادي الإفريقي مختار بالخيط لسيل من الانتقادات بعد أن كلف المنتخب ركلة جزاء وفتح نهجا واسعا أمام هجوم زيمبابوي. لكن بالمقابل نجح ربيع مفتاح في إعادة الاستقرار والهدوء للدفاع. أما محرز فجسد نجوميته الإفريقية والعالمية وأنقذ الخضر من هزيمة نكراء، شأنه في ذلك شأن الحارس رايس مبولحي الذي أبدع في إبعاد كرة مهاشي ورفاقه. رغم عودة المنتخب الوطني في المباراة وتحقيقه التعادل، فإن أداءه المخيب أمام محارب زيمبابوي مؤشر على التراجع الرهيب للأفناك، وقد يؤدي إلى الخروج المبكر من دورة الغابون. هذا وشكل أداء ونتيجة مباراة الخضر أمس أمام زيمبابوي انقساما داخل الشارع الرياضي بين متفائل ومتشائم فيما تبقى في مشوارهم في الكان. غير عطينا الماتش بريمير ميطو كان بزاف، ما كنا اوت كاع بريمير ميطو، ما لعبناش بريمير ميطو اون بليس فاز غير كونتر زيمبابوي يا خو، ماناش نلعبوا كونتر سينيغال ولا تونس. مازال لي ماتش الاخرين نزيدو نشوفوا فيهم يا خو، لعبنا دوزيام ميطو مليح يا خو، الحمد لله اللي فرحونا ما خسرناش يا خو. حنا ما نضربوش دوك لي جوار كيما شي عباد يقول لك لي جوار ما لعبوش، دار عليه لاخاطش الرطوبه هذيك كنو كان راك عايش تما تعرف شنو معناتها رطوبه الحراره. ان شاء الله على الدوزيام ماتش والتروازيام ماتش ان شاء الله في اخر يربحوا ان شاء الله، متعودين. الشوط الاول كما نشوفوا كاع الناس كانوا شايفين بالابسونس توتال تاع المنتخب الوطني، استفاقه حتى الدوزيام ميطون حتى من دخل لا دروا تاعنا مفتاح. علاش ما حنا نتمناو ان شاء الله لونطينير تاعنا يعاود يشوف الحسابات ديالو لا بروشين فوا، الاخطاء اللي دارهم هاد الاخطاء ما يعاودش يديرهم لا بروشين فوا، اون غاست توجور اوبتيميست ان شاء الله. سياق انتصار، وصف اللاعب الدولي السابق في صفوف المنتخب الوطني ياسين سلطني في اتصال هاتفي مع KBC وصف أداء الخضر أمام زيمبابوي بالكارثي، كما قال إن بالخيثر لم يستغل فرصة دخوله أساسيا. في البداية نظن باللي النتيجة ضد المنتخب الزيمبابوي نتيجة كارثية. منذ فترة منتخبنا الوطني ما هوش يؤدي بمقابلات مليحة، راه يؤدي في أداء مخيب. احنا نهضروا غير على الدفاع، والدفاع هي منظومة ككل، منظومة دفاعية. التنشيط الدفاعي
ما راهش مليح من بعض اللاعبين ما يرجعوش يدافعوا. ولهذا نقولوا غير الدفاع. نرجعوا للظهير الايمن بالخيطر، جاته فرصه وفرصه كبيره وين يلعب اول مقابله رسميه في الكان. ما عرفش يفرض نفسه مع المنتخب الوطني اللي ما بقاش تقدر تجيه فرصه كما هذه الفرصه. بالامام الانسجام بين اللاعبين بين الخطوط ما كانش انسجام كبير بين الخطوط الثلاث، والمدافعين بالاخص 4 مدافعين ما كانش انسجام. كرويا دائما افتتح المنتخب الوطني العسكري حملة دفاعه عن لقبه بفوزه على ألمانيا ب2-1 وهدف افتتاح الجولة الأولى من المجموعة الثانية من البطولة العالمية المتواصلة بسلطنة عمان. وسجل مزيان عبد الرحمن الهدف الأول للمباراة في الدقيقة 33، وعدل الألماني ستاهل في الدقيقة 63 قبل أن يمنح سفيان خثير قول هدف الفوز في الدقيقة 85. هذا ويلاقي الخضر نظيرهم الإيراني في مباراتهم الثانية بعد غد الأربعاء قبل إنهاء مواجهة الدور الأول الجمعة المقبل أمام كوريا الجنوبية. محليا انضم مدافع أولمبي المدية إلياس زيان شريف لنادي مولودية العلمة من الرابطة المحترفة الثانية بعقد يمتد 18 شهرا. ويعد زيان شريف آخر صفقات البابية بعد كل من صانع ألعاب جمعية شلف محمد مسعود الذي وقع بدوره لموسمين في الوقت الذي صرحت فيه الإدارة المهاجم فتحي نوبلي لنادي دفاع تجننت.